بص يا معلم، عندي لك خبر ممكن يخليك تصحى من النوم تجري على أقرب سايخ. الفضة أسعارها بقت نار وتقرب تكسر سقف $100. السؤال هنا، هل دي فرصة ذهبية قصدي فضية إنك تستثمر وتكسب، ولا ده فخ والمفروض تهرب؟ عشان تعرف الإجابة لازم تكمل الفيديو للآخر، لأن فيه مفاجآت وتوقعات هتفرق معاك. وبالمناسبة قبل ما نبدأ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه الفضة بقت ترند دلوقتي؟ بص يا نجم، الفضة بقالها فترة نايمة في الخط، لا بتتكلم ولا بتتحرك، وفجأة قررت تدخل سباق 200 متر وتجري زي المجنون. في الأسبوع اللي فات بس سعرها زاد 2.3% في مصر. يعني لو كنت شاريها من أسبوع كنت هتكسب وانت قاعد مكانك بتشرب شاي بالنعناع. لكن مش دي الحكاية كلها، المصيبة إن السعر العالمي كمان بيولع والأوقية زادت 3%. طب إيه اللي بيحصل؟ وليه الناس بقت مهتمة بيها فجأة؟ بالنسبة بقى للسبب الحقيقي لارتفاع أسعار الفضة، في كذا عامل بيخلي الفضة دلوقتي تعمل حفلة كبيرة في السوق. أول حاجة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، حروب، مشاكل اقتصادية، دول بتنهار، كل ده يخلي الناس تهرب للملذات الآمنة. والفضة واحدة من الكبار في اللعبة دي. الناس بتقولك بدل ما نحط فلوسنا في البنوك وناس هنلاقيها راحت، خلينا نشيل فضة وذهب وننام مرتاحين. والسبب التاني هو ارتفاع الطلب الصناعي على الفضة. تعال أقولك على مفاجأة، الفضة مش بس للزينة والمجوهرات، دي عنصر أساسي في صناعات ضخمة زي الطاقة الشمسية والإلكترونيات، وطلب المصانع عليها بقى كبير جدا دلوقتي. والسبب الثالث هنا المستثمرين الكبار اللي داخلين في اللعبة. الكبار بيلعبوا صح والشاطر يركب الموجة معاهم. بس السؤال هنا، هل الموجة دي هتغرقنا ولا هتوصلنا للشاطئ؟ تعال بقى جاوبك على السؤال اللي انت مستنيه، هل فعلا الفضة هتوصل $100؟ دلوقتي السؤال الناس كلها بتسأله، الفضة رايحة على فين؟ التوقعات بتقول إن الفضة ممكن توصل $50 في 2025 لو الظروف فضلت زي ما هي. وفي ناس متفائلة أكتر وبتقولك هنكسر $100. بس خليني أقولك الحقيقة، مش كل حاجة بترتفع تفضل ترتفع على طول. لو المستثمرين قرروا يجمعوا أرباحهم فجأة ممكن الأسعار تنزل شوية، وبدل ما تلاقي نفسك كسبان تلاقي نفسك بتغني وتقول يا صبر. طيب ازاي تستفيد وتكسب من الارتفاع ده؟ لو فكرت تشتري لازم تكون واعي بالنقط دي. اول حاجة، ما تشتريش وانت في قمة حماستك، اشتري لما السوق يهدى شوية، مش لما الكل يكون بيجري زي المجنون. وتاني حاجة، ما تستثمرش كل فلوسك في الفضة بس، التنويع هو سر النجاح، خليك حكيم ونوع محفظتك الاستثمارية. وتالت حاجة، تابع الأخبار أول بأول، أي خبر سياسي أو اقتصادي ممكن يقلب الترابيزة، فلازم تكون صاحي مستعد لأي سيناريو. خلاصة الكلام ورأيي الشخصي، عايز أقولك إن الفضة طول عمرها لعبة الكبار، ولو كنت ذكي وفاهم السوق ممكن تكسب مكاسب محترمة. بس أهم حاجة ما تندفعش، ودايما خليك مستعد لأي تغيير. وأخيرا لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان ما تفوتش أي فرصة استثمار جديدة. والمهم بقى روح شوف الفيديو اللي فات لأن فيه معلومات هتفرق معاك، هتلاقيه قدامك على الشاشة دلوقتي. يلا بقى شير الفيديو مع أصحابك وقول لي رأيك في التعليقات، مستنيك. ونتقابل إن شاء الله أنا وأنت الفيديو اللي جاي. يلا سلام.